قرية صغيرة وسط جبال الجزائر انتشرت أسطورة مخيفة عن مقبرة قديمة مهجورة، قيل إنها ملعونة ولا يجرؤ أحد على الاقتراب منها بعد غروب الشمس. كان يقال أن كل من يدخلها ليلا يسمع همسات غامضة ويرى ظلالا تتحرك في الظلام. ذات ليلة قرر ياسين، وهو شاب جريء لا يؤمن بالخرافات، أن يثبت للناس أن المقبرة مجرد مكان عادي. أخذ مصباحا يدوي وانطلق وحده رغم تحذيرات أهل القرية. عندما وصل إلى البوابة الحديدية الصدئة دفعها، فصدرت منها صرخة حادة وكأنها تحذره من الدخول، لكنه تجاهل ذلك وتقدم بخطى ثابتة بين القبور القديمة. كان القمر يحجب ضوءه بين الغيوم والمكان يعمه صمت ثقيل. فجأة سمع ياسين صوت خطوات خلفه، التفت بسرعة لكن لم يكن هناك أحد. ظن أنه يتخيل، فتبع سيره حتى وصل إلى قبر كبير عليه نقوش قديمة لم يستطع قراءتها. وبينما كان يضيء عليه بمصباحه انطفأ فجأة، تاركا إياه في ظلام دامس. شعر ياسين ببرودة غير طبيعية تزحف في جسده، ثم بدأ يسمع همسات غير مفهومة تزداد ارتفاعا. حاول إشعال المصباح مجددا، لكن يدا باردة أمسكت بمعصمه بقوة. تجمد في مكانه، وقبل أن يصرخ رأى أمامه وجها شاحبا بعينين فارغتين تحدقان فيه. في الصباح وجده أهل القرية ملقى عند بوابة المقبرة فاقدا للوعي، وعندما استيقظ لم ينطق بكلمة، لكن عينيه كانتا ممتلئتين بالرعب. منذ تلك الليلة لم يعد كما كان أبدا، وكأنه ترك جزءا من روحه في تلك المقبرة المنسية. إذا كنت من محبي قصص الرعب لا تنسى الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة ليصلك كل جديد.